نريد أن نصبح مثل المغرب الشقيق ونمر لبطاقة حمراء أخرى أعتقد أنه لازم نوجهها لنا جميعا، كل المنظومة الكروية الاتحادية الرابطة. يا أخي خلاص بسطة، لما شفنا الصور اللي ما عندوش ملعب يعني يجب النهوض بكرة القدم الجزائرية. الصور التي شاهدناها، أعطينا صور نشاهدوها تجعل الرجل أو المواطن المغربي يفتخر، والله كأنك في أوروبا، كأنك في سانسيرو، ولا كأنك تشاهد مباريات في أنجلترا ولا في إسبانيا. صور جميلة، ملعب جميل، اللي يروح للملعب على الأقل تمتع بالأجواء داخل المدرجات. في هذا الملعب المغربي ملاعب يعني صراحة كي تشوف صور مثل هذه هل ما نغيروش على روحنا ونقولوا لماذا المغرب يتقدم والجزائر ترجع للوراء؟ كفانا يعني بين قوسين، سمحوا لي العبارة، نطلعوا في فرق ما عندها لا ملعب يعني، وقالها واحد الوقت هنا قلناها في البلاطو والناس زعفت. شوف الصور هذه، صور مثل هذه تجعل أي مغربي يفتخر. الناس كامل كانت تتكلم على هذه الصور الجميلة اللي شاهدناها. اللاعبين الجزائريين المساكين يقول لك والله نحبوا نلعبوا في مثل هذه الأجواء. ما نلعبش أنا في ملعب ما فيه لا إضاءة لا إنارة لا غرف تغيير الملابس، دين تاع غرف تغيير الملابس، لا مسخون، لا عفاكم الله مراحيض في المستوى. علاش؟ احنا تشوف كل سمانة صح. صور جميلة تجعلنا نشهر البطاقة الحمراء لمن يريد أن نبقى دائما في الحضيض. نريد أن نصعد وخليوا المستوى يزيد يصعد، خلينا من خلينا من السوسيال هذا، على الأقل نطلعوا المستوى. ولكن أنا نغير على بلادي لما نشوف صور مثل هذه، وراح نزيدوا نشوفوا صور. أنا نحكم على المغرب والجزائر. باهي محمد، هل ستكون أفضل نسخة لكأس أفريقيا الأمم كما قال وكما وعد فوزي لكجع؟ نعرف أنه الترافو ما يقفوش توا حاليا في المغرب اللي تهدف إلى العالمية وتهدف أيضا للفوز بلقب مونديال في صنف من أصناف المنتخبات اللي تشرف عليها الجامعة الملكية المغربية. هذا وارد، هذا ينجم يصير فوز لقب المونديال وتنظيم أفضل نسخة من كأس أفريقيا الأمم. شوف الديكلاراسيون هذه مين، شوف أنت كي تشوف تنظيم كأس أفريقيا وكأس العالم في 5 سنين، اي شوف في يعني متتالي، يعني في متتاليين يعني في بلاد واحدة، تعرف اللي الناس هذه عندها رؤية وعندها استراتيجية وقادمة ومحضرة أمورها على أكمل وجه. وكي نقولوا لقجع نقولوا يعني نقولوا مسؤول عنده من النضج حاليا، اللي كل كلمة يقولها تخليه نقولوا يقولها في محلها، يعني عنده يعرف يقول لأنه عنده وراه الإرادة السياسية، نقولوا الإرادة الملكية، وعنده الرؤية الاستباقية أيضا، يعرف شنو باش يصير، عنده الضوء الأخضر من إرادة سياسية كبيرة، وعنده الفيفار باش يعمل أي حاجة من شأنها باش تنجح التظاهر التنظيمي وتنجح المغرب سورتو إعلاميا في قدام العالم. وعنده تقريبا 300 عامل، 300 بيرسون راح يعملوا، لأنه يعني الملعب فيه الكثير من المرافق، قاعة للحفلات، محلات، تقريبا يعني الكثير من المرافق التي يصعب لشخص واحد أو ل10 أشخاص أو ل100 شخص أن يسيروها. باسكو لازم من غروند اونتربريز اللي باش تنجم تسير ملعب كيما هذايا فيه العجب لداخل، وهذه ماشي 40 واحد يسيروا ولا 50، أنا 40 واحد يسيروا بتات توسكيل تيرا وفيستيار، ولكن كاين كثير من بيوصاير داير، وهذه أنا سوي تري كونتون. ما تراش أنه عندنا ممكن مسؤول على الساحة الرياضية هكا التونسية؟ لا تو نجموا نحضروه ونردوه مثلا حاجة تشبه شوية فوزي لكجع، ما يخدمها هي حاليا يعني درت ورجعت نفس الموضوع. ما واحد عنده الامكانيات، راك انت المسؤول هذا والله واحد عنده الامكانيات نسال معناها هنا والله بكل فضول، معنا حتى حد ينجم يكون هكا شويه من فوزي لكجع، يخدم لنا مصالحنا في الكاف، تبدا هذا مربوط بالدوله نتاعك كل حاجه. نحن نمر فتره يعني الدوله نتاعنا فتره باش تقف على في ازمه. والله ضحكتني مقبلات كي قلت لي سكسيت الناس قالوا لي باللي الملعب يسقام اكثر من اللي حبيت نسقسيك. الملعب هذا قديم على برنابيو، قديم على نيوكو، علاش شي قدام ماشي قديم 72 ولكن تم ترميمه. اسكو قدم على هذو اللي جبتهم لك؟ نو ولكن لم يعاودوا فيهم. اصبر دقيقه، عاودوا الترميم. اصبر انا باش علاش مقبلات ما حبيتش نكوبي له كيمد الكلمه العلي. شوفوا كيفاش كان حاليا عاودوه. كل عام عامين يخدموا ويخسروا عليه دراهم. اعطينا الملاعب، داخل الملاعب خاصه شاهدوا الارضيات، هذه ارضيه ملعب مولاي عبد الله. رسالتي لهم ان يحافظوا على هذا الصرح، على هذا المعلم وعلى هذه الملاعب العالميه. طبعا هذا هو
ملعب مولاي عبد الله الجميل والجميل جدا، أحد الملاعب العالمية التي نفتخر ونعتز بأنها متواجدة في بلد شقيق مثل المغرب. شوف الملاعب كم هي جميلة، خلينا نزيد نتمتعوا بهذه الملاعب وهذه الصور، هذه التحفة المتواجدة في قلب المغرب الشقيق. تقريبا كل إفريقيا لم تكن وفي الشرق الأوسط لم تكن تملك ملاعب مثل هذه. هذا ملعب مولاي عبد الله، حتى في أوروبا الشرقية ما كانش عندهم ملاعب. هذا هو جمالية هذا الملعب الرائع الذي أيضا تم ترميمه، هذا الملعب الجميل وهذه الملاعب الجميلة. أشغال في محمد الخامس كابتن إلى غاية 2025، ملعب فاس، طنجة، أكادير، الرباط وملعب مراكش. 6 ملاعب المغرب تحضر في روحها تستعد 2025 كأس إفريقيا. كان نعرف الصراع الجزائري المغربي، والحدين المغرب نوعا ما مفضلة على الجزائر، تعرف المستجدات كابتن. دونك هم يحضروا في رواحهم يا كابتن. أنا جاوبتك من وقت جاوبتي على كأس العالم وقلت لي الركراكي، قلت لك ليه؟ الركراكي جزء ضئيل من هذا النجاح والفريق، ولكن لما تلقى إرادة سياسية كبيرة في شخصية جلالة الملك محمد السادس اللي هو يقرر وهو يمول، وقت تلقى إرادة سياسية تحب تطور البلاد الى ما احسن، رياضيا، اقتصاديا، بنيه تحتيه. هك تشوف انت معناها، تشوف التي جي في وتشوف الدنيا وتشوف المطارات، شوف خاطر فما واحد وراها هو الملك يكذب عليك، هو الراس المدبر والمفكر اللي يشوف في تطور بلده، الاخرين يتبعوا. احنا ما عندناش شكون هذا، اول شيء ساعه ما عندناش، وثاني شيء يا خويا حتى الفلوس اللي خذيناها 110 مليار في 10 سنين نعرف شو مشى. يعني تصور كان 10 سنوات كل مره عملنا حويجه كذا رانا ماناش في هذه السيره. دونك خويا العزيز ليس هناك اراده سياسيه في بلادنا. زيد على ذلك ليس هناك قروش، زيد على ذلك ليس هناك كفاءات. يعيشكم افضلكم، نتكلم بصراحه، ما فماش كفاءات. يحسر على كفاءات وين كابتن ساعه؟ في رجال دوله يلزمك دي كوميديتا، يلزمك الناس اللي تاخذ قرارات وما تخافش. هنا ما عندناش خويا المغرب. هنيئا لكم بوجود جلالة الملك محمد السادس، هنيئا لكم. حلومة، شفتوا ملعب مولاي عبد الله في صيغته جديدة؟ يا اخي حاجة تخليك تقول واو، تحس روحك في اوروبا، تصميم عالمي، فخامة تخطف العين، كل تفصيلة في الملعب مدروسة بعناية. ايه حمودة، والله حاجة تفرح. المدرجات، الإضاءة، أرضية اللعب، كل زاوية تحكي إبداع واحترافية، حاجة تخلي أي عاشق لكرة القدم يحس بالفخر. أما تعرف شنو صار؟ الإعلام الجزائري خرج بالسخرية، خلوا فوتوشوب وذكاء اصطناعي. بالله كيفاش ينجموا يقللوا من تعب وعمل المغرب؟ حاجة تضحك وتوجع في نفس الوقت. صدقني حمودة، عيب كبير عليهم. العالم الكل شاف الصور والفيديوهات، صحافة أوروبا وحتى إفريقيا مدحت الملعب، أما هما باقيين في الغيرة، يحاولوا يطيحوا من قيمة الإنجاز ويقلوا من كل شيء. والله يا حلومة المغرب اليوم أعطى درس كبير، التنظيم، الجودة، البنية التحتية، كل شيء واضح. الملعب هذا مش أي ملعب، هذا رمز للقوة والتقدم وللكرة المغربية اللي ولات مرجع في القارة. وصدقني يا حمودة، شوف الجماهير، شوف تفاعل الناس، كل زاوية من الملعب تصنع انبهار، حاجة تستحق كل تصفيق. أما الإعلام الجزائري ما فهمش، يحاول يقلل بالهضرة الفارغة. إيه حلومة، اليوم المغرب ورى للكل العمل والمجهود والاحترافية أقوى من الغيرة والحسد. الملعب هذا شهادة حية على تطور الكرة المغربية وعلى أنه البلاد تعرف كيف ترفع مكانتها. وإحنا باش نقولوها بصوت عالي، كل من يحاول يقلل من المغرب العالم الكل يعرف الحقيقة. مولاي عبد الله اليوم أصبح أيقونة عالمية، والمستوى هذا ما يتقارنش حتى مع أكبر ملاعب تونس أو الجزائر. والحق يا حلومة، حتى التفاصيل الصغيرة، الإضاءة اللي تنور الليل، المقاعد المريحة، المدرجات اللي تسمح لكل جماهير تتفرج في راحة، حاجة تشرف أي بلد، مش أي دولة تنجم تعملها بسهولة. وصدقني حتى الإعلام الدولي مدحوه، قالوا هذا نموذج يحتذى به في إفريقيا. أما هما الإعلام الجزائري ما فهموه حتى حاجة، بقين يجروا في الكلام الفارغ والغيرة. إيه حلومة، المغرب اليوم أعطى درس للجميع، كيفاش تبني، كيفاش تنظم، كيفاش ترفع صورة بلادك في العالم. الملاعب مش فقط مكان للعب، الملعب هذا رمز للفخر وللكرة المغربية اللي ولات تنافس على المستوى العالمي. إيه يا حمودة، نحن فخورين بالمغرب وبملعب مولاي عبد الله اللي ولا أيقونة عالمية. الإعلام الجزائري نجم يضحك، أما الحقيقة واضحة، المغرب سبق بخطوات كبيرة، والملعب هذا دليل حي على هذا التقدم.